محتجز بدون اي اسباب، رغم ان احنا جبنا اثبات قانوني واوراق قانونيه بتثبت ان القضيه اللي هو متهم فيها او الحكم اللي هو المفروض تنفيذه معانا ورق خاصه بيه ان الحكم ده فعلا يعتبر انتهى. فهو متحفظ عليه ومأمور الاسم رافض اي حديث يقول لك العرض للنيابه. طب العرض النيابه يعني عرض مسائي وغدا، فطبعا ده شيء غير مقبول. الشعب في حاله انهيار، في حاله حزن، فده تعتبر مدعاه لاصابه الشعب. فاحنا بنقول ده راجل يعني مش مواطن عادي، ده راجل من الثوار واللي واقف جنب الرئيس السيسي، فبنطالب بالافراج عنه الفوري. مش على ابنه وتم نشرها في الصحف، اعتبر دي ان دي تحد لشخصيته، فهو عليه هو ممكن يدفع للمحكمه 100,000 جنيه لكن ما يصرفش على ابنه جنيه واحد.